ظهور حالة مرضية غريبة بتخلي صاحبها يشعر بعطش شديد، وفجأة بيتحول لشخص كل رغبته إنه يروي عطشه، فبيتحول لزومبي. وبمجرد ما بيصيب شخص تاني العدوى بتتنقله. لكن الغريب إنه منتشرش بسبب فيروس في الجو. أمال إيه سبب انتشاره السريع؟ وتفتكر إيه اللي هيحصل لو المرض انتشر في إحدى المنشآت السكنية؟ مش بس كده، ده كمان من الصعب معرفة الشخص المصاب قبل ما حالته تتدهور. فيا ترى إيه اللي هتقول إليه الأحداث؟ Happiness الاسم مختلف تماماً عن الأحداث، فالعمل تصنيفه تشويق وإثارة ورعب، ونجح في إنه يطرح عمل عن الزومبي بصورة مختلفة عن باقي الأعمال من خلال الحبكة والأحداث، ويعتبر واحد من أفضل الأعمال اللي تناولت الموضوع ده. مسلسل هابينس داخل فيه جرعة عالية من التشويق والترقب، وحتى لو انت مش من محبي الأعمال دي فأكيد المسلسل هيشدك وهتحس انه فعلا مختلف عن باقي الأعمال، خصوصا انه مش طويل ومكون من 12 حلقة بس. فلو بتحب الأعمال اللي فيها زومبي تقدر تشوف ترشيحنا السابق ترين تو بوسان، واللي هتلاقي لينكو تحت الفيديو. وعلشان تشوف كل جديد معايا أنا دعاء إبراهيم، اعمل لايك والسبسكرايب لبيهايند ذا سين في ترشيحات بيهايند.